رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. بل كان لا يحب الشرك وأهله، ولم يكن يرضى أن يرى الناس يفعلون هذه المنكرات وهذه الفواحش وهذه الشركيات، فكان يعتزل الناس ويذهب إلى غار يسمى غار حراء يجلس فيه الأيام والليالي. ماذا كان يصنع؟ الله أعلم. كان يتعبد ربه عز وجل بتسبيح ربما علمه الرب إياه، بتفكر في الخلق ربما ألهمه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد عاش على الفطرة، لم يرتكب فاحشة ولا منكرا، ولم يفعل شركا أبدا، بل كان يعتزل الشرك وأهله ويجلس في الغار أياما وليالي يختلي بينه وبين ربه عز وجل. يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكن